اهلا وسهلا يا حبايبي. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقه جديده من حلقات المثل المصري واخوه العربي. والمثل المصري بيقول ايه؟ اللي يعرفك كويس ما يضحكش عليك. وطبعا زي العاده المثل الشامي والعراق نظيره هنعرفه من خلال الحلقه. اسمعوا الحلقه وان شاء الله تعرفوا المثل ده. والمثلين عموما بيقولوا ايه؟ بيدلوا على ان الشخص اللي يعرفك على حقيقتك وعاشرك وعارف قيمتك مش ممكن يخدعك أو يستغلك أو يقلل منك لأنه عارف معدنك كويس. والحكاية بتقول ايه؟ في حارة مصرية زمان كان فيها شاب اسمه حسن، طيب وغلبان لكنه جدع وبيقف جنب الناس كلها وقت الشدة. وكان في صاحبه القديم شوقي كان معاه من أيام الطفولة. كل الناس عارفين صداقتهم. في يوم دخل عليهم واحد غريب وحاول يوقع بين حسن وشوقي بكلام كذب، لكن شوقي وقف وقال اللي يعرفك كويس ما يضحكش عليك. يعني أنا عارف حسن من زمان وأعرف معدنه ومستحيل أصدق عليه كلام كذب. وحكاية بقى المثل الشامي برضو نفس القصة. راجل اسمه أبو نادر معروف برجولته وشهامته، وكان ليه صاحب اسمه أبو حسن عشرة عمر. أكلوا مع بعض لقمة عيش ووقفوا جنب بعض في الشدة وفي الرخاء. مرت سنين بينهم وكل واحد انشغل في مجاله، وناس كتير حاولوا يوقعوا بينهم ويقولوا كلام سيء لأبو حسن ويخلوا أبو النادر يبعد عنه. ومن يوم راح واحد حاقد وقال لأبو نادر ازاي انت تصاحب واحد زي أبو حسن ده ما يسواش. رد عليه أبو نادر بكلمة واحدة خلت الناس كلها تحترمه، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي المثل الشامي العراقي. اللي يعرف مقاديرك ما يهينك. يعني انا عارفه كويس وعارف اصله ومستحيل اصدق عليه كلام كذب او حاجة تسيء ليه. لاني شربت واكلت معاه عيش وملح وكده. الحكاية خلصت يا حبايبي. ولو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.